اسمي سلمى، عمري 37 سنة، وأنا أرملة منذ عامين. لكن قصتي تبدأ قبل وقت طويل من الآن. عندما كان عمري 16 سنة فقط، قابلت رجلاً غير حياتي تماماً. الجميع حولي حذروني من الزواج منه. قالوا إن فارق العمر كبير جداً. هو أكبر مني ب15 سنة تقريباً في عمر والدي. لكنني كنت عنيدة. حتى في مراهقتي كانت شخصيتي قوية. كنت أعرف ماذا أريد. ما جعله مختلفاً في عيني كان موقف واحد. في يوم من الأيام وأنا عائدة من المدرسة، ركبت ميكروباص. حاول السائق يخدعني على باقي الأجرة. كنت صغيرة، لكني جريئة، ورفضت أترك حقي. نشبت مشادة كلامية كبيرة. عندها تدخل هو. كان جالساً في نفس الميكروباص، وهو مدرس بطبيعته. لم يكتفي بالوساطة، بل وقف بجانبي، وكادت الأمور تصل إلى عراك. ذلك الموقف من الشجاعة والنخوة زرع شيئاً عميقاً في قلبي. أصبح بطلاً في نظري. لاحقاً عرفت أنه تزوج مرة واحدة من قبل، لكن الزواج استمر فقط 3 أشهر. اكتشف أن عروسته لم تكن عذراء، وفي عالمه التقليدي انتهى الأمر. بقي أعزب ل5 سنوات كاملة بعد ذلك. كنت أنا أول امرأة سمح لنفسه بالاقتراب منها مجدداً، وخاصة لأننا كنا نلتقي بشكل متكرر في نفس المواصلات. أمي توفيت عندما كان عمري 4 سنوات فقط، لذا تربيت مع والدي المسن. لم تكن لدي توجيهات أمومية، فقط إرادتي وتحذيرات الأقارب الذين قالوا لي إنني صغيرة جداً وجميلة جداً ومتفوقة في دراستي، لأضيع حياتي على رجل أكبر سناً ومطلق. لكني لم أستمع. رأيت طيبته وقوته وتفانيه. كان في نظري حلم كل فتاة. إعادة تشويش. لكن ماذا يحدث عندما يبدأ الحلم الذي حاربت الجميع من أجله في التصدع؟ وماذا يحدث عندما ينتهي الحلم إلى الأبد؟ ضد كل النصائح، أجبرت والدي على الموافقة. وافق أخيراً بشرط واحد: أن أكمل تعليمي وأصبح معلمة مثله تماماً. وعدني خطيبي أنه سيدعمني بالكامل، ولن يقف في طريقي أبداً، وأنني سأكون من تقرر متى أكتفي من الدراسة. كان لديه شقة صغيرة مفروشة بالكامل في منطقة جميلة جداً. كان قد أغلقها بعد طلاقه، لم يتحمل العيش فيها وحيداً، لكنه من أجلي فتحها مجدداً. حددنا الزفاف بعد 4 أشهر. كانت تلك الأشهر ضبابية من الاستعدادات والتحدي الصامت. في ليلة زفافنا والأيام التي تلتها، أدركت أنني اخترت القرار الصحيح. عاملني كأنني مصنوعة من زجاج. كان لطيفاً ورومانسياً ومراعياً جداً. كل يوم كنت أقع في حبه أكثر. كان يناديني بابنته وزوجته وأهله وحبيبته وكل شيء. قال إنني الشخص الوحيد في العالم الذي يستطيع فعل أي شيء معه، وكان صادقاً. مرت 4 سنوات، ولم نرزق سوى ببنت واحدة. لم يضغط علي أبداً لإنجاب المزيد. أرادني أن أنهي دراستي أولاً. أتذكر أنه كان يحمل كل الأعباء، المالية والعاطفية والمنزلية، لكي أركز على أن أصبح معلمة. تخرجت بتفوق بفضله. كبرت ابنتنا كقمر ينير منزلنا. كانت الحياة جميلة لدرجة غير حقيقية. ثم قررت أن أفاجئه بحمل ثان. كان سعيداً جداً لدرجة لا توصف. من اللحظة التي عرف فيها أنني حامل، لم يتركني أرفع ورقة من على الأرض. كان يعمل بجد طوال اليوم كمدرس، ثم يعود ليطبخ وينظف ويهتم بابنتنا. كان ماهراً في كل شيء: الإصلاحات، إدارة المال، حل المشاكل. كان مينائي الآمن. إعادة تشويش. لكن حتى أقوى الموانئ تتآكل مع الوقت، وأنا كنت سعيدة جداً لدرجة أنني لم أنتبه للثمن الذي كان يدفعه. استمر في تدليلي بلا حدود. كنت أحب الذهب، ولم يسبق له أن اشترى قطعاً رخيصة. كان دائماً يشتري لي الأجود والأغلى. مع الوقت
جمعت كمية ضخمة. عندما سألته لماذا كل هذا قال: هذا أمان لك. الفلوس في البنك ممكن تختفي، لكن الذهب في إيديكي يحميكي ويحمي بنتنا لو حصل لي حاجة. محدش عارف الزمن مخبي إيه. وثقت فيه تماماً. أقاربي الذين حذروني من الزواج به أصبحوا يغارون مني. أخواتي اللواتي يعشن في زيجات تعيسة كن ينظرن إليه وهو يدللني بحسد في أعينهن. أصبح قدوتي في الرجولة. أخيراً رزقته بالابن الذي حلم به. شعرت عائلتنا بالاكتمال. قضينا سنوات في فرح خالص، نسافر، نضحك، نربي أطفالنا بحب وحكمة. كان قريباً منهم بطريقة لا تتوقعوها من أب. علمهم كيف ينجحون في المدرسة، كيف يختارون أصدقاء جيدين، كيف يحترمون بعضهم. أولادي عبدوه، وبسببه احترموني أنا أيضاً بعمق. كانت الحياة مثالية حتى بلغ 60. عندها كان عمري 45، لكني شعرت أنني لازلت في 20. لقد حماني من كل المسؤوليات لدرجة أنني كنت لازلت نشيطة، مرحة، وأريد الخروج والاستكشاف. لكنه كان يشيخ. صحته بدأت تفشل. سنوات حمل ضعف الأعباء. واجباته وواجباتي أرهقته. فارق العمر الذي لم يهم أبداً أصبح فجأة واضحاً. كان متعباً، مريضاً، ومتألماً، لكنه لم يشتكي أبداً. استمر في التضحية براحته من أجل راحتنا، وأنا شاهدت الرجل الذي أحببته يتلاشى ببطء، جزءاً جزءاً. إعادة تشويش. ثم جاء الصباح الذي لن أنساه أبداً. ذهبت لأوقظه، فإذا بعالمي كله ينهار. وجدته فارق الحياة. كانت تلك أقوى وأقصى صدمة في حياتي كلها. بعد ذلك اليوم لم يعد شيء كما كان. أولادي الذين كانوا يزورونني كل أسبوع قلوا زياراتهم تدريجياً إلى مرة في الشهر. لقد ورثوا ثروته وبدأوا حياتهم الخاصة. كانوا يتصلون بي، لكن المكالمات الهاتفية ليست مثل وجود شخص دافئ بجانبك. كنت أعيش وحدي في أعلى دور في العمارة، لأنني أحببت دائماً الأماكن العالية والشمس والهواء النقي. لكن تلك الشقة أصبحت قفصاً. مرت سنتان، أصعب سنتين في حياتي. اشتقت إليه لدرجة أنني تمنيت أحياناً أن أذهب حيثما ذهب. أولادي كانوا مشغولين بعائلاتهم، قسموا ميراثه، وبدا أنهم نسوا أنني ما زلت هنا، ما زلت أتنفس، ما زلت أحتاج الحب. لم أشك لهم أبداً. تظاهرت بأن كل شيء على ما يرام، لكن في داخلي كنت أتحطم. في أحد الأيام سمعت صوت دق وحفر عالياً من الشقة المقابلة. كانت فارغة لسنوات، فيها بعض التشطيبات البسيطة، مملوكة لرجل مسافر. لكن الآن كان العمال هناك في 6 صباحاً، يصدرون ضجيجاً لا يطاق. لم أستطع النوم. أخيراً ذهبت وطرقت الباب بغضب. شاب في حوالي 35 سنة فتح الباب. كان وسيماً وأنيقاً، وبخته بسبب الضجيج والوقت المبكر. لم يغضب. اعتذر بصدق، موضحاً أنه سيتزوج بعد شهر، وكان مستعجلاً لإنهاء الشقة. اتفقنا على بدء العمل في 10 صباحاً. كان مهذباً لدرجة أن غضبي ذاب، حتى أنه طلب مني كأس ماء مثلج بعد ذلك بيوم. أعطيته إياه وقلت: لا تقلق، أنت مثل ابني. إعادة تشويش. لكنه لم يبقى مثل ابني لفترة طويلة، وسرعان ما شعرت بشيء. ظننت أنه مات مع زوجي. بدأ يطرق بابي أحياناً. طلبات صغيرة: ملح، سكر، أداة لا يجدها. في كل مرة كان لطيفاً، محترماً، وكريماً. لاحظت أنه مختلف عن الشباب الآخر. كان يتحدث بهدوء، يلاحظ التفاصيل الصغيرة، ويشكرني بصدق. في يوم من الأيام عطل المصعد. كنت عائدة من السوق بحقائب ثقيلة. أسكن في الدور ال15. كنت في يأس عندما صادفته على الدرج. حمل كل شيء إلى الأعلى بدون أن أطلب. دعوته للداخل ليستريح. نظر حول شقتي وأثنى على ذوقي، ثم سأل:
بتعيشي لوحدك؟ فين أولادك؟ قلت له إنهم متزوجون ومشغولون. بدا مصدوماً. لكنك صغيرة جدا، لا يمكن أن تكوني أكثر من 30 سنة. ضحكت وقلت له: عمري 47. رفض أن يصدقني. بقيت تلك المحادثة في رأسي لأيام. أعطاني رقم هاتفه في حالات الطوارئ. تظاهرت أن الأمر مجرد جيرة، لكني سراً كنت أريد سماع صوته. بعد بضعة أيام كان صوته مبحوحاً على الهاتف. أخبرني أن خطوبته فشلت. أهل خطيبته كانوا يطلبون المزيد من الذهب والهدايا الغالية، وأهله تشاجروا مع أهلها. كان محطماً. بدون تفكير اقترحت أن نخرج في نزهة لنتحدث. التقينا خارجاً، وبعد محادثة طويلة نظر إلي وقال: عايز أقولك حاجة، بس فكري قبل ما تردي. أنا معجب بيكي من أول ما شفتك. لو تقبليني أتمنى أتجوز واحدة عاقلة ورشيكة زيك. صدمت. قلبي دق بسرعة. جزء مني تمنى أن يقول شيئاً كهذا، لكني لم أتخيل أبداً أنه يمكن أن يحدث فعلاً. عمري 47، هو 35، ولدي أولاد أكبر منه سناً. إعادة تشويش. الآن أنا ممزقة. أريد أن أعيش مجدداً، لكن أولادي لن يقبلوا أبداً بهذا. كيف أختار بين سعادتي وسعادتهم؟ يستمر في الاتصال بي، يطلب مني إجابة. قلت له: لنفترض أنني وافقت وأولادي وافقوا، أهلك هيوافقوا؟ قال: أبويا مش فارقة معاه كتير، وأمي عايزاني أمشي من البيت. أنا مسؤول عن نفسي. سافرت وكونت نفسي ومحدش بيديني حاجة. قال إنه جاد تماماً، أصدقه. لكن أولادي؟ حاولت ألمح بالفكرة لابني الأكبر. كان الرد رفضاً قاطعاً. قال: ماما، إنتي جننتي؟ إنتي جدة، الناس هتقول إيه؟ بنتي كانت أقسى. اتهمتني بأنني أهين ذكرى والدهم. لكنهم لا يزورونني، يتصلون مرة في الشهر. تركوني وحدي في هذه الشقة لمدة 2 سنين، وأنا أبكي حتى أنام. الآن رجل طيب وسيم ومستقر، يريد أن يعطيني الرفقة والدفء وربما الحب مجدداً. أنا لست ميتة. عمري 47 مش 80. لدي طاقة، أحلام، ورغبة في أن أشعر بالأمان مجدداً. زوجي الراحل أعطاني كل شيء، إلا الإذن بأن أتوقف عن العيش بعد رحيله. أنا خائفة. إذا تزوجت هذا الشاب قد أخسر أولادي إلى الأبد، لكن إذا رفضته قد أخسر آخر فرصة للسعادة في حياتي. لا أعرف ماذا أفعل. يريد إجابة سريعة. أولادي لن يستمعوا حتى لفترة كافية ليفهموا. لذا ها أنا ذا وحدي في الدور 15، بقلب مليء بذكريات رجل وأمل بآخر. ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟ إعادة تشويش نهائي. نهاية الجزء 6. أحياناً تمنحك الحياة فرصة ثانية مغلفة بفضيحة. هل سأنتهزها؟ أم أن الخوف سيبقيني سجينة الماضي؟ لدي أسبوع لأقرر.